هنعمل النهاردة وصفة من أطيب وأحلى الوصفات بجد في المخبوزات. هنعمل أصابع العجوة أو زي ما بنسميها المنين بالعجوة أو أيا كان ما بتسموها في بلدكم. بس هي بجد مخبوزات حلوة جدا وتملى البيت كل خير وبركة وريحته حلوة قوي بجد زي كأن ريحة زمان. بمكونات متوفرة في البيت تقدري تعمليها على طول. طعمها تحفة بجد. مقرمشة وطعمها مسكر والعجوة مسكراها، مقرمشة وهشة وطعمها خطير. ممكن تعمليها بالسمسم، ممكن تعمليها بسمسم قليل، ممكن تعمليها من غير سمسم خالص. بس بجد تحفة. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا بيضتين ورشة فانيليا، وبفضل الفانيليا السايلة عشان خاطر بيكون النكهة بتاعتها أعلى. معانا نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، ويفضل يكون معانا المقادير بنكون نفس الكوب معانا عشان خاطر تبقى المقادير معانا متساوية ومظبوطة، تطلع معانا العجينة مظبوطة. هنضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب معانا ويبقى لون رغوي كريمي كده. هنبتدي ننزل معانا الدقيق. معانا مقادير الدقيق كوبايتين ونص دقيق اللي هنستخدمهم، وننخلهم كويس جدا. اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا ننخلها كويس الدقيق عشان يبقى معانا هش، يعني ناخد الهشان بتاعها. فننخل الدقيق كويس جدا مرة مرتين، بس لازم يتنخل. ومعانا نص كوباية نشا، وثلاث معالق كبار لبن بودر، ورشة ملح عشان يظهر معانا الطعم. بجد لبن البودر بيديها طعم خطير، وده اختياري مش اجباري، بس بجد بيضيف لها نكهة حلوة جدا. هننزل بالدقيق حبة حبة على الخليط بتاعنا، ونفضل نقلبه مع بعض كويس لحد ما يتشرب. ننزل بالدقيق اللي معانا، لان برضو اختلاف الدقيق من دقيق لدقيق لانواع مختلفة بيخلي معانا العجينة مختلفة في تشرب الزيت والمكونات السائلة. هننزل حبة حبة عليها ونعجنها. هي دوبك ان العجينة هتلم معانا فقط، مش ان احنا بنفضل نعجن زي مثلا نعجن العيش او كده. احنا بنعجن لحد ما العجينة تلم معانا بس، يبقى كده تمام. والعجوة اللي هنستخدم عندنا العجوة جايباها جاهزة من بره، كانت ما فيهاش بذر او اي حاجة، وفكتها بس معلقتين زيت. ولو عندنا احنا اساسا بلح عجوة هنشيل النقع منه برضو، وان احنا نعجن ونهرسه، وبعد كده خلاص هو جاهز معانا. هنبتدي بقى نشكل العجينة بتاعتنا. هنجيب معانا قطع نكورها ونفردها. واهم حاجة ان احنا هنساوي السمك بتاعها. نفردها بقى بالطول، عايزينها بقى قطع صغيرة يعني على حسب كل واحد ما هيعمل. المهم بقى ان احنا هنساوي اطراف العجينة بتاعتنا، لان احنا يا دوبك هنحط العجوة ونلفها الطرف على الطرف بالظبط. بس هنسوي العجينة تمام وناخد الأطراف بتاعتها. وبعد كده صوابع العجوة عندنا برمناها صوابع طويلة. هنبتدي بقى نلف العجينة بتاعتنا، نلفها رول كده يا دوبك الطرف على الطرف بالظبط. ونساوي أي حاجات زيادة هنقصها، نقطعها يعني عشان خاطر احنا عايزين يعني يا دوبك الطرف على الطرف بالظبط كده. ونلفها معانا نبرمها كده كدايرة على الرخامة بتاعتنا او المكان اللي احنا بنشتغل عليه. ونكون بس دهنين المكان بتاعنا كده مسحة زيت، على اساس ان تبقى سهل معانا الموضوع في الفرد واللف والكده، عشان خاطر ما تلزقش مننا او اي حاجة خالص. هنعمل واحدة تانية كده معاكم عشان خاطر نأكد عليها. احنا فردناها رول كده، وكدوبك السمك بتاعها نص سنتي بالظبط، مش كتير يعني. السمك بتاع العجينة نص سنتي. وبرده العجوة بتاعتنا لفيناها، وده على حسب ما بتحبوا العجوة دي بقى حجمها قد ايه. عايزين عجوة كتير عجوة قليلة، دي كل واحد على حسب ما بيحب. انت تعمليها في البيت تعملي الحاجة اللي انت تحبي. وهتكملي كل العجينة اللي معانا على نفس الوضع بالظبط. طبعا احنا عايزين معانا الحاجة تبقى متساوية، العجينة الأصابع معانا طبعا يبقى اديها شكل حلو ومتساوية. نسويها بالمسطرة أو أي مقياس عندنا، ولو حتى أي حاجة عندكم. المهم ان احنا نساوي العجينة بتاعتنا على أساس ان تطلع كلها سوا واحد وشكل واحد بالظبط. هنجيب بقى عندنا مية عادي من الحنفية، مش ساقعة ولا سخنة، وهندوب فيها معلقة عسل أو معلقة شربات أو سكر عسل كلوكوز أي حاجة عندنا. هنقلب فيها صبع التمر، ونروح جايين غطسينها في السمسم اللي عندنا. بس كده مفيش أي حاجة خالص تاني هنعملها معانا. يبقى احنا عملنا قصيناها بالتساوي بالظبط، وغطسناها في عسل الجلوكوز او بميه بسكر، وحطيناها في السمسم. وممكن نعملها من غير اي سمسم. اهم حاجه ان احنا الصاج بتاعنا هندهنه من تحت سمنه، او لو ما فيش ورق زبده عشان خاطر ما يلزقش مننا او حاجه، او تطلع مننا مكسره. دي اهم خطوه في السوا بتاعتها. على حراره 170 درجه في الفرن
يعني نظبط نسخن الفرن قبل ما نشتغل ب10 دقايق، ولما احنا شغالين بقى وهندخلها الفرن تخش على حرارة 170 عشان تستوي براحتها وتطلع مقرمشة معانا، وفي نفس الوقت كمان تطلع مظبوطة بجد وما تتحرقش مننا. طريقتها سهلة جدا وطعمها فوق الخيال، ممتازة ممتازة. لو أول مرة تشوفونا ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير عشان توصل لكل وصفاتنا وفيديوهاتنا الجديدة.